يبعدوا اتحاد كوره. خد بالك يعني، شوف لجنه مسابقات، لجنه مسابقات ما بياخدوش، لجنه شؤون لاعبين، لا مسابقات اسف، عشان الراجل اللي فيه عامر حسين، الناس ما خدوش فلوسهم لغايه دلوقتي. ليه؟ عشان عامر مش عضو اتحاد كوره. لكن اللجان اللي رئيسها هو رئيس اتحاد، عضو في اتحاد الكوره، هم اللي بيقولوا ده ظلم. واخد بالك؟ فالمهم انا سيف، انا يعني اختصار قلت للولاد لعبوا ماتش نظيف. انا عارف اتحاد الكوره جاب طقم حكام على اعلى مستوى، وده شيء يشكر له. تمام. مفيش جمهور، لكن اللي هيخشوا لازم على مستوى الماتش هنا وهنا. قلت للحاج محمود الشام يعمل دعوات مختومه 50 و50، ورئيس النادي هنا ورئيس النادي يختم عليها برضه، ويمضي وده يمضي ويمضي عشان يبقى 50، عشان نساعد الامن. واخد بالك؟ انا سعيد جدا اللي حصل مع الالتراس الاهلي النهارده، انه منع من دخول النادي. شغل البلطجه انتهى خلاص، مفيش بلطجه. انا كلموني في التليفون، استاذ مرتضى مفيش جمهور يحضر. حاضر شكرا، انا راجل دوله، حاضر. مش حاضر عشان خايف منهم، مش حاضر عشان، بالعكس انا اكتر واحد بنتقد الدوله، واخر واحد احمد زكي باد لسه منتقده امبارح، وزير التنميه المحليه، وهدانا ننتقده، ما عنديش مشكله. لكن انا راجل دوله، لما الامن والدوله تحس ان في جمهور هيخش، مش جمهور، لا اسف، عيال بلطجيه هيخشوا يعملوا شغب قبل المباراه، لا ما دخلهمش. ودول لا الوايت نايز جمهور ولا الالتراس جمهور، دول مجموعه بلطجيه هنا وهنا، ولازم نتصدى لهم ونقف زي ما الدوله واقفه دلوقتي. عايزين رؤساء الانديه يقفوا، واحنا الحمد لله يمكن سيف عارف، سيف عارف ان احنا عملنا استمارات خلاص اتوزعت على انديه. مفيش مخلوق هيخش ماتش الا اذا كان عضو جمعيه عموميه. وبعدين بنطلعوا دلوقتي نطبع كارنيهات للجمهور، بالكارنيه دول مع كارنيه النادي، مع التذكره لو في بفلوس، او مع دعوه لو مجانا يخش بيها المطوشه. بالنسبه للماتش بتاع يوم الاثنين، دول الولاد رجاله كلهم على اعلى مستوى، كلهم عارفين قيمه الزمالك، قيمه النادي اللي بيلعبوه اللي هو النادي الاهلي. التريقه اللي على المواقع بقى والسموحه كويس، سموحه طلع عشان نغلبكم، ربنا ما بيحبش الافتراء. وبعدين انا بطمن جمهور الزمالك، مفيش جامايكا ان شاء الله، راجل لراجل باذن الله، باذن الله ان شاء الله، والماتش يطلع. والله الزمالك كسب، ده نادي كبير والكاس عنده ويحتفظ بيه. الزمالك كسب، والله ده نادي كبير واخد درع الدوري البطوله الكبيره. لا قدر الله، وانا اتمنى طبعا فريق يكسب. لا الاهلي كسب، ده نادي كبير ما عنديش مشكله. هو النادي الاهلي ده صغير، واخد بالك؟ نادي كبير، وانا ضمنت العب السوبر طبيعي كده او كده. فكام ده اتقال للولاد؟ قلت لهم عايز 90 دقيقه رجاله من غير عنف. حتى لو في لاعب في النادي الاهلي زي حسين السيد، ما هو ضرب قبل كده وتف على المدرب بتاع الماتش اللي فات ده، بس هم طنشوا. الاعلام الاحمر للاسف طنش، ده تف وقعد يقول بغبغه. تمام. حتى لو حصل ده من لاعب وعمل دون، اوعى تبادله عنف بعنف، اوعى تبادله عنف بعنف. انا عايز الماتش العالم كله بيتفرج على الديربي بتاع الوطن العربي كله، ويمكن في افريقيا الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، عايزه يتفرج على، يستمتع ب 22 لاعب في الملعب و6 لاعبين لو في تغيير، ويستمتع بمدربين بيكاتشنوا. هنقطعك في كلام، انا بلغت الان ان الالترس الاهلاوي سمحوا لهم بالدخول الى النادي الاهلي. خلاص يبقى ده النادي هيتحمل مسؤوليتهم، وبالطريقه دي صدقني مفيش جمهور هيخش. وهي جمهور مصر طول ما في محمود طاهر، انا ببشرك وبصفه ماليش دعوه بالزمالك، رئيس لجنه الانديه، ببشر حضرتك انهم خايفين منهم. ولما بيكونوا خايفين منهم، هم ليهم حق الولاد يخشوا بقى يكسروا ويضربوا ويشتموا الجيش ويشتموا الشرطه ويشتموا اتحاد الكوره. وبرافو عليك يا محمود يا طاهر، انت كده رئيس نادي ذكر جدع. طب يا سياده المستشار، خلينا نرجع ايضا الى المباراه، وهنرجع برضو الى دخول الالتراس او ما شابه. اين الدوله؟ اين الدوله اللي بتمنع وبتدخل؟ يعني المفروض، هل هناك البعض بيقول تدخل حكومي لحل المجالس؟ الدوله دوله، اللي انت بتتكلم على الدوله دلوقتي ان هي تمنع الالتراس ويخش، فين الدوله؟ الدوله تقريبا في برج العرب. لما احنا رحنا، مش الزمالك لما راح برج العرب ما كانش موجود؟ هي الدوله كلها في برج العرب. يا بيه الدوله دي دوله. هو الناس انتخبت السيسي ليه؟ لانه عشان انقذ الدوله. هي الدوله دي مش كانت رايحه في داهيه؟ هي الدوله دي مش كان حصروا مدينه الانتاج الاعلامي اللي فيها سيف دلوقتي وغيره، وكانوا بيمنعوا المذيعين يخشوا؟ مش الدوله دي اللي كانت وصلت لمرحله انهم حصروا المحكمه الدستوريه العليا، اعلى محكمه في مصر بعد محكمه النقض، ومنعوا المستشارين يخشوا حتى من على الاسوار؟ مش دي كانت الدوله الضعيفه؟ لما جه السيسي الناس نزلت وراه ليه في 3/7 و26 يوليو، عشان حسوا انه في راجل قائد هيرجع هيبه الدوله. من فضلك يا سياده الريس، والله العظيم بنحبك جدا ونحترمك جدا،
بس احنا مش مبسوطين الاسبوعين اللي فاتوا. طيب رسالة توجهها للجمهورين الأهلي والزمالك للعودة مرة أخرى إلى الحب في الرياضة المصرية. جمهور الأهلي فوق دماغي، جمهور الزمالك، الإسماعيلي، المحلة، المنصورة، اسكندرية، المصري، كل جماهير مش عايز أنسى حد، فوق دماغنا جمهور. إنما بلطجي بالجزمة بالقديمة، ما حدش هيبلطج. أنا عن نفسي أنا ضرب عليا نار ومية نار واقتحموا نادي ضربوا رصاص حي، تمام؟ خفت كملت ومكمل. اللي من الولاد دول عايز يبقى جمهور عادي ومحترم فوق دماغنا، يا سلام اتفضل. عايز تقول بقى انا الوايت نايس اللي يشتم الجيش والشرطه ويسكت حكم العسكر ويا ظابط يا ابو دبوره او ثانويه عامه قله ادب ديا، هقول له لا حبيبي مش هتخش بصفه رئيس لجنه الانديه، واحنا كل الانديه خلاص فيما عدا الاهلي، لان الاهلي دلوقتي يبقى خارج المنظومه، مش عايز حد يحضر معانا. كارنيهات بتطلع زي ما قلت لك، هنبدا باعضاء الجمعيه العموميه 5000 واحد مثلا من عندي، 5000 واحد من اعضاء الجمعيه العموميه. انا اقدر احاسب عضو جمعيه، اولا عضو جمعيه محترم اقدر احاسبه، لما بيغلط بيتحاسب، في لائحه عندي شطب ووقف وانذار، تمام. هتقول لي بقى خش الالتراس، المرحله اللي بعد كده الجماهير العاديه، في جمهور في الاهلي محترم جدا عادي خلاص، اداره الاهلي عارفاه، وانا عندي جمهور محترم جدا عادي زي الخواجه والولاد دول، هنبتدي ندخل 500 من هنا و500 من هنا. انما التراس مش هيخش مدرجات تاني، لانه نجس المدرجات، وسخ المدرجات، وانا معاهم يعني انا مكمل. تضرب رصاص، تضرب قنابل، تيجي عند بيتي تضرب لك 10 12 طلقه، كل الكلام ده يا ابني ما بيأثرش على راجل قلبه قلب اسد. يعني حضرتك ذكرت لجنة الأندية وذكرت الحاج عامر حسين، بعض قال ان انت معترض على وجود الحاج